بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات. اليوم في مطبخ النيلية جبت لكم وصفة معشوقة الجماهير واللي هي فلون مقاهي واقتصادية جدا، بدون بيض، بدون كريم شانتي، وأيضا بدون فرن، في وقفة وانتي حضرتيها وتجي ما شاء الله وناجحة مليار بالمية. بلا ما نطول عليكم الفيديو روحوا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش البنات إعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، واللي أول مرة تزور قناتي نقولك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اول حاجه راح نبدا بها هنايا هي الطبقه الاولى. جبت هذه الصينيه اللي طول تاعها 30 على 25 اللي دائما تسقسوني القياس تاعها، وجبت هنايا شويه حليب سائل درته في صحن بهذا الشكل، وجبت هنايا هذا البسكوي، هذا النوعيه انا استعملتها للتحليه تاعنا، وانتم اي نوعيه تاع بسكوي عندكم المهم يكون بدون كريمه. بعد ما فرغته هنايا في الصحن راح نخليه هنايا جانبا، ونغطس هنايا الحبات تاع البسكوي تاعي بهذا الشكل، تغطسيه منه في الحليب تخرجيه، وراح نستفه في الصينيه بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. وحاولي انك تكوني تستفي في البسكوي تاعك ديريه على الوجه بهذا الشكل، يعني الوجه تاع البسكوي تاعك هو اللي يجي في الاسفل بهذه الطريقه. وهنايا البنات مش شرط انكم ديروا هذا النوع تاع البسكوي، كما قلت لكم البنات اي نوع عندكم، كما تقدروا ديروا تاع بيمو، والله هذايا بيمو يجيكم شويه حلو، من الاحسن انكم ديروا هذايا. انا هذا دات لي حوالي 3 علب من هذا البسكوي، العلبه الثالثه خليت منها شويه. راح ندير هنايا الطبقه الاولى بهذه الطريقه. وهنايا كم ملاحظه مهمه البنات، مجرد انك تغطسي البسكوي تاعك في الحليب تخرجيه، يعني تغطسيه غطسه خفيفه وتخرجيه ثمثم، ما تخليهش يطول في الحليب هكذاك باش ما يجيش يتفتت معاك، لانه ثمثم راح يشرب معنا هذاك الحليب بهذه الطريقه. وهنا الحليب اللي غطست فيه البسكويت تاعي ما درت له حتى اضافات. نتوما اذا حبيتوا ديروا له عطر الكراميل ولا عطر الشوكولا، اذا كنتوا راح ديروا فلو تاع الشوكولا كطبقه ثانيه تقدروا ديروا له عطر الشوكولا ولا عطر الكراميل، راح يعطيها بنه ثاني من اروع ما يكون البسكويت تاعنا. والله تقدري ديري قهوه بعد ما طيبيها بلا ما تحليها، ديريها هنايا في صحن وتغطسي فيها البسكويت تاعك عادي. وهنا راح نجيو للاطراف، يعني ما نقدروش نديروا حبه كامله، راح نغطس الحبه تاع البسكوي ونقسمها لزوج بهذا الشكل، حتى وكي تتكسر معاك تقدري ديري هذوك القطع اللي مكسرين بهذه الطريقه، وتحاولي انك تضغطيه مليح هكذاك باش يلصقوا بهذا الشكل. وهنايا بعد ما كملت الطبقه الاولى كما راكم تلاحظوا، نزيد هنايا ندير الطبقه الثانيه تاع البسكوي هكذاك باش تجي الطبقه الاولى نتاع البسكوي تاعنا في التحليه تجي عاليه، ويجي فيها هذاك الطعم تاع البسكوي، يعني كي تكوني تاكلي في التحليه تاعك تستبني الطعم تاع البسكوي. اذا درتي طبقه واحده اكيد راح تجيك رقيقه وما تستبنيش كامل هذاك الطعم تاع البسكوي. راح نكمل كامل الطبقه كما راكم تلاحظوا الثانيه بهذا الشكل. هنا راح نخلو البسكوي تاعنا جانبا ونجو نحضروا الطبقه الثانيه. جبت هنايا في كاسرونه ريتله تاع حليب، انا حليب استعملت تاع شكاير، وانتي اي حليب عندك تقدري تستعمليه، كما تقدري ديري تاع كانديا ولا تاع غبره يعني اللي عندك. وهنايا كملاحظه مش شرط انك ديري ريتله كامله تاع الحليب، تقدري ديري نصف ريت الحليب ونصف الثاني تكمليه بالماء عادي من الحنفيه، ما هو بارد ما هو سخون، يعني الاختيار يرجع لك، خاصه اذا كنتي راح ديري هذه التحليه للمشاريع. ضفت هنايا 3 ملاعق كبار مملوئين جيدا نتاع السكر، و3 ملاعق كبار مملوئين نتاع نشاء الذره او المايزينا، كل واحد ايش يسميها، يعني الملعقه تاع المايزينا تكون مملوءه جيدا بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا راني قربت لكم الصوره هكذاك باش كامل كي تجربوها تنجحوا فيها وتجي المقادير مضبوطه. هنايا راح نضيف 3 ملاعق كبار نتاع فلون بذوق الكراميل، نتيا اي ذوق عندك تاع الفلون تقدري ديريه، ذوق البنان او ذوق الشوكولا او ذوق الفراوله، يعني اي ذوق عندك تقدري تضيفيه. كيما اذا كان ما عندكش الفلون تقدري تستبدليه ب3 ملاعق كبار نتاع مايزينا، يعني المجموع تاع المايزينا اذا كان ما عندكش الفلون ديري 6 ملاعق نتاع مايزينا يكونوا مملوئين كيما لاحظتوا قبيل، وتنكهي الخليط تاعك بعطر الكراميل او عطر البنان اي منكه عندك. وهنا راح نخلط بالفوي بارد في بارد، نديها على النار مع التحريك المستمر، اكيد على نار تكون متوسطه، وضروري انك تبقاي تحركي حتى يثقل معك الخليط ويدير فقاعات في الوسط والجوانب، يعني هذه الخطوه ضروريه. اهو ليكم هنا الخليط نتاعنا بعد ما وجد ودار هذوك الفقاعات وجاء القوام تاعو بهذا الشكل، يعني يجي نوعا ما كريمي، يجي شويه ثقيل. وهنايا في هذه الاثناء والخليط نتاعي مازال سخون راح نفرغه مباشره على البسكويت تاعي، ونحاول اني نستعين بالملعقه بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا، ونحاول اني نوزع هذاك الخليط نتاعي على الاطراف والجوانب على شكل يكون متساوي. وهنايا كم ملاحظه مهمه خاصه للمبتدئات، اذا عرفتي الخليط تاعك في هذوك الحبيبات تاع النشاء او المايزينا قبل لا تفرغي الخليط تاعك فوق البسكوي حاولي انك تعقبيه في الصفايه هكذاك باش تتفادي انه التحليه تاعك ما تجيش في هذوك الحبيبات.
انا هنايا الخليط نتاعي فرغته مباشره فوق البسكوي لانه خلطته مليح مليح وما فيهش كامل هذوك الحبيبات تاع المايزينا. وهنايا راح نسوي هذيك البلاصه اللي فرغت فيها بظهر الملعقه باش يجي السطح تاعها املس. وهنا ما تدخلوهاش مباشره للثلاجه، خلوها تدفى شويه ومن بعد دخلوها للثلاجه حتى تبرد. هنايا بعد ما بردت الطبقه الثانيه تماما نجو نحضروا الطبقه الثالثه والاخيره واللي هي الديكوجيل، وراح نزيد له مكون اللي راح يعطي له بنه ولون من اروع ما يكون، وتقولي عليه كلاصاج ميروار يجي ما شاء الله. نجيب هنايا في كاسرونه كاس نتاع ماء مع 2 ملاعق كبار مملوئين جيدا نتاع السكر، ومع ملعقه كبيره مملوءه تاع مايزينا ما تكونش بومبي هكذاك باش ما تجيكمش ثقيله. ونضيف هنايا ملعقه صغيره نتاع عطر الكراميل، ونضيف هنايا المكون السري والاخير واللي هو ملعقه صغيره نتاع كاكاو بني من نوعيه جيده. من الاحسن البنات انكم ديروا من نوعيه جيده باش يعطينا هذاك اللون والطعم. هنايا راح نخلط بارد في بارد كما راكم تلاحظوا حتى يتجانس الخليط نتاعي. ندي هنايا الكسرونه تاعي على نار تكون متوسطه مع التحريك المستمر، يعني ما لازمش تحبس يدك من التحريك هكذاك باش المايزينا ما تهبطش القاع تاع الكسرونه وتحرق معاك هذيك المايزينا، واكيد الديكوجيل تاعنا ما يجيش ناجح. يعني تبقاي تخلطي حتى يعقد هذاك الخليط ويدير هذوك الفقاعات في الجوانب والوسط. في هذه المرحله اطفي عليه النار. وها هو ليكم الديكوجيل تاعنا بعد ما وجد وطفيت عليه النار. شوفوا هنايا بعد ما عقاد ودار هذوك الفقاعات كما قلت لكم البنات، يعني ما تزيديلوش فوق هذاك الحد تاعو هكذاك باش ما يجيش خاطر معاك، يجيب هذا القوام. هنايا راه مازال سخون، نخليه يدفى شويه ومن بعد نفرغه مباشره فوق هذاك الفلون تاعي. يعني ما لازمش انكم تفرغوا الخليط نتاعكم وهو سخون هكذاك باش ما يفسدناش هذاك الفلون تاعنا. بهذه الطريقه هنا نحاول اني نوزعه بظهر الملعقه بهذا الشكل، وحاولي انك توزعيه وهو دافي، يعني ما لازمش تخليه حتى يبرد لانه ثم راح تجمد معنا هذه الطبقه، واكيد كي تجمد معاك مش راح تسهل عليك الطريقه كي تكوني توزعي فيه. حاولي انك تكونوا سريعين في هذه المرحله. هنا راح نوزعه بهذه الطريقه، يعني نحاولوا ان نستعينوا بظهر الملعقه ولا بالسباتيل اللي عندك بهذا الشكل. واللي وصلت معنا حتى لهنايا نقول لك ما تنسيش تعليق ولو بنقطة أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونربحوا الأجر مع بعض. واللي مازال ما دارت الجيم للفيديو نقول لك حبيبتي ديري جيم هكذاك باش يطلع أكبر عدد من المشاهدين وتستفادوا كامل. هنايا راح نطلع الصينية تاعي بهذا الشكل ونحاول أني نهزها بهذه الطريقة هكذاك باش توصل كامل هذيك الديكوجيل تاعنا في الأطراف والجوانب. وندخلوا هنا التحلية تاعنا للثلاجة حوالي نصف ساعة، راها ثم تجمد معنا ونجو نقسموها مع بعض. وهنايا بعد ما دات الوقت الكافي وبردت مليح مليح هذيك الطبقة الأخيرة، نجيب هنايا السكين ونحاول أني نقسمها إلى مربعات يكونوا متساويين. أنا الطول قسمتها على 3 أجزاء والعرض قسمتها على 4 أجزاء بهذا الشكل. وانتيا كيما تحبي تصقري ولا تكبري الاختيار يرجع ليك انتيا. وفي الأخير زينتها بكاوكاو إيفيلي محمص بهذا الشكل درته في الوسط. وانتم كيما تحبوا تزينوها يعني الاختيار يرجع لكم. كيما دائما نقولكم التزيين راه اختياري، كل واحد المقدور تاعو وكل واحد واش يحب. وها هي ليكم التحليه تاعنا او فلول المقاهي تاعنا جات ما شاء الله البنات. شوفوا هذاك الكلاصاج كيفاش يجي لامع، يجي روعه 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 وتجي متماسكه تجي ما شاء الله. هنايا راح نقسم معكم القطعه الاولى، واكيد المصداقيه نزيد نقسم معكم ثاني القطعه الثانيه هكذاك باش كامل تتشجعوا وتجربوا هذه الوصفه، لانها والله البنات صح تستحق التجربه وجا الطعم تاعها من اروع ما يكون. وشوفوا لي هنايا عن قرب البنات هذوك الطبقات كيفاش جاو، خاصه هذه الطبقه تاع الديكوجيل جات لماعه جات متماسكه جات ما شاء الله عليها. نتمنى انكم تجربوها وانا متاكده راح تولي الوصفه المعتمده عندكم، خاصه لشهر رمضان الكريم نحبوا هذا النوع من التحليات او لاصحاب المشاريع. يعني وصفه سهله ماهله وما تديش كامل الوقت ومكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت. ونجو هنايا نشوفوا القوام تاع التحليه تاعنا واللي هي اللقطه الحاسمه باش نقسم معكم التحليه وتشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. شوفوا هنا كيفاش تجي خفيفه وتجي طريه وتجي متماسكه، تجي روعه روعه روعه، والطعم تاعها يجي جد مميز. قد ما تاكلي ما تشبعي منها. جات ما شاء الله عليها وصفه من اروع ما يكون. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش اعجاب للفيديو وتبارطاجوه مع اصحاباتكم وحباباتكم اللي تعم الفائده. وهذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم ونال رضاكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وفي فيديو قادم ان شاء الله. سلام.